بسم الله. النهارده ان شاء الله مع بعض هنعمل فطاير جميله جدا، وهي فطاير البطاطس بحشوه البطاطس. يعني هي يعتبر اقتصاديه لو احنا شلنا الجبن منها، لكن ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. معايا هنا كوب من الحليب اللي هو اللبن، انا مسخناه بس سخنته زياده شويه عشان مش هسخن الميه. يعني معايا كوبايه حليب وكوبايه ميه. في نفس الكوبايه عايرت الميه، هضيف عليهم معلقه كبيره. انا سخنت الحليب زياده لكن الميه مش سخنه، اللي عايز يدفي الاتنين يدفيهم، علشان لازم الكاميرا طبعا تنزل على على حراره دافيه مش سخنه. معايا معلقه صغيره من البيكنج باودر، هضيف معاهم معلقه كبيره من السكر العادي، تلت كوب من الزيت اقل من نص بشويه، علبه صغيره من الزبادي. انا عندي هنا علبه كبيره هاخد منها حوالي نصها، معلقه صغيره من الملح، واقلب ده كله. طبعا انا الحمد لله متاكده ان الخميره بتاعتي كويسه، فانا هعجن على طول. اللي مش متاكد يسيبها شويه او يحطها الاول في نص كوبايه من الميه مع معلقه السكر ويسيبها لغايه ما تعمل فوران، يتاكد كده ان الخميره شغاله معايا. ده كيلو من الدقيق، هبدا انزل بالتدريج لغايه ما اعمل عجينه هتكون لينه بس ما تلزقش في الايد. وفي الاخر خالص هقول لكم انا خدت قد ايه. هنزل حبه حبه واعجن ونشوف مع بعض. انا طبعا ضفت حوالي كيلو الا ربع، بس طبعا هي لسه محتاجه دقيقه. هضيف تاني وابدا اعجن بايدي. العجينه بتاعتي ما شاء الله هي خدت حوالي يعني كيلو دقيق، باقي منه يجي ربع كوبايه. ممكن تقبلوا، بس انا مش عايزه انشفها علشان تبقى هشه معايا بعد الخبز، لان كل ما بننشف العجينه بتتقل معانا وبتبقى مكتومه. فانا دلوقتي هغطيها بشويه زيت واسيبها حوالي ساعه، وهبدا دلوقتي ان انا اسلق حوالي كيلو الا ربع بطاطس. يعني هم حوالي 5 حبات متوسطين، هسلقهم يعني يبقوا مستويين جامد عشان اقدر ان انا اهرسهم كويس. زي ما احنا شايفين هي دي كميه الدقيق اللي اتبقت من الكيلو، حوالي بتاع نص كوبايه او اقل كمان. دلوقتي هسيبها ساعه بقى تخمر وبعدين نكمل مع بعض. على ما البطاطس تتسلق، طبعا احنا عارفين البطاطس طعمها خفيف، فعايزين نعزز طعم الحشوه. فمعايا هنا بصله متوسطه متقطعه شرايح كده او جوانح، وهبدا ان انا اشوحها على النار مع معلقتين زيت ورشه ملح صغيره لغايه ما تاخد لون خفيف. يعني مش هحمرها قوي، تاخد لون خفيف بس على النار عشان اضيفها على البطاطس. البطاطس بتاعتي انا سلقتها بقشرها، فصفيت من عليها الميه وحطيت عليها شويه ميه ساقعين علشان ان انا اقدر اقشرها، عشان انا مش عايزاها تشرب ميه، لان لو سلقتها من غير القشر هتشرب معايا ميه والحشوه يعني هتضطر العجينه، فانا مش عايزاها كده. فابدا ان انا اهرسها بالهراسه او بالشوكه او باي حاجه عندي، واضيف عليها معلقه كبيره من الزبده. لازم اهرس البطاطس وهي سخنه جدا عشان ما يبقاش معايا اي كلاكيع او حتت ما تتهرس كويس. معايا البصله اللي كنت حمرتها، هبدا اضيفها عليها. هبدا ان انا املح. معايا معلقه صغيره من الملح لان انا ما حطيتش في ميه السلق ملح. معايا معلقه صغيره من الكمون، نص معلقه من الفلفل الاسود. الكمون بيليق يا جماعه جدا مع البطاطس، يعني بيديها طعم كويس جدا، احلى من الفلفل الاسود من اي حاجه. هخلطهم مع بعض. معايا هنا ربع حزمه من الشبت وربع حزمه من البقدونس، هضيفهم برضو. الشبت يا جماعه من الحاجات الجميله جدا مع البطاطس. ممكن حتى في الفطار بدل يعني نسلق البطاطس ونحمر كام فص ثوم ونضيف عليهم نص حزمه من الشبت ونحط عليهم البطاطس المهروسه، تبقى وجبه فطار جميله جدا. كانت خالتي الله يرحمها كانت بتعملها، فانا متعلمها منها من زمان، فتجربوها ان شاء الله في الفطار. كده معانا الخلطه جاهزه.
الفطاير دي ممكن يعني اي حشو عندك، لو لحمه لو مثلا لحمه متعصجه، فراخ، حشوه البطاطس دي ممكن نكتفي بيها كده. وانا معايا هنا جبنه موتزاريلا مع جبنه شيدر مع جبنه رومي، يعني حاجات كانت عندي في التلاجة، فدي برضو هضيفها مع الحشوه. ممكن ان احنا نستغنى عنها خالص ونضيف على خلطه البطاطس دي مثلا معلقتين كبار قشطه من وش اللبن، فتبقى برضو جميلة جدا. وبلاش خالص الجبن لو هتبقى مكلفة عليكم. وهنبدأ دلوقتي نقطع العجينة عشان نحشيها. زي ما احنا شايفين ما شاء الله العجينة اختمرت. هبدأ دلوقتي اقطعها قطع قد البرتقانة الكبيرة شوية. بسم الله. عندي هنا صينية نرشها بالدقيق، هعملها كور كده واخلص كل الكمية واسيبها ترتاح حوالي 10 دقايق، وبعد كده ابدأ افردها واحشيها. هرش الصينيه بالدقيق وهاخد اول واحده فردتها بسم الله، وابدا ان انا افردها بسم الله الرحمن الرحيم. مش هرفعها قوي، السمك بتاعها ده كده كويس. هبدا دلوقتي احط الحشوه. حطيت الحشوه في النص، هبدا ان انا اضيف عليها شويه من الجبنه، وزي ما قلت احنا ممكن نستغنى عن الجبنه خالص. بسم الله. هبدأ بقى ان انا الم كل الاطراف لفوق مع بعضها بسم الله الرحمن الرحيم، بحيث ان انا اغطي الحشوة كلها بالشكل ده. بسم الله. اعملها يعني زي البقجة كده، وابدأ ان انا الفها واقفلها كويس اوي من تحت، اضغطها كده بحيث مفيش اي جبنة ولا اي حشوة تخرج، وارصها على الصينية تكون مدهونة بالزيت، واسيبها حوالي 10 دقايق. لا اكتر من 10 دقايق، اسيبها حوالي نص ساعة قبل ما ابدأ افردها وادهن وشها. طبعا لما بحطها في الصينيه بتبقى على الناحيه دي، بيبقى ده وشها. العجينه بعد ما ارتاحت معايا حوالي ربع ساعه، هبدا ان انا افردها بالشكل ده ما شاء الله. انا عندي هنا كمان خليط التغطيه، عباره عن معلقتين من الزبادي مع معلقتين كبار من القشطه. اللي حابب ان هو يعمل الخليط اللي هو بتاع تحمير الوش ده بيض مع حليب يعمل، لكن انا بصراحه ما بحبش البيض، بحس بطعمه وبتضايق منه، فانا بفضل الطريقه دي اللي هو الزبادي مع معلقه القشطه، وكمان بتدي الفطاير لون جميل جدا وطعم. فانا دلوقتي شغلت الفرن على اعلى درجه حراره من فوق ومن تحت، هيبقى على حراره 200، وهسيبه حوالي 10 دقايق يسخن، وبعد كده ادخل الفطاير في الفرن. بالنسبه للحشوه يا جماعه، اللي هو كيلو الا ربع بطاطس مع الحاجات اللي انا عملتها، وكان حوالي يجي ربع كيلو جبنه مشكله، دول كفوا عملوا 7 فطاير، يعني كفوا الكميه كلها. فعشان اللي يعمل يبقى المقادير معاه مظبوطه من كل ناحيه. ما شاء الله زي ما احنا شايفين الفطاير معانا استوت، دول اول 2 والباقي هسويه بقى مع نفسي. واتمنى ان انتوا تجربوه، وعليكم وعلينا بألف عافية ان شاء الله. هفتح لكم واحدة دلوقتي تشوفوها من جوه. ما شاء الله الحشوة مليانة ما شاء الله، سندوتش جاهز. واتمنى ان انتوا تجربوه، وعليكم وعلينا بألف عافية ان شاء الله.